شريف وحجرة مقدسة. إنه بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي دفن فيه وضم جسده الطاهر. في نهاية السنة الأولى من الهجرة النبوية الشريفة بنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيت عائشة رضي الله عنها. وقولنا البيت الشريف يشمل المسكن ويشمل الحجرة كذلك، والحجرة هي هذا الفناء المكشوف في مقدمة البيت، ومساحتها قرابة 4 أمتار في 5 أمتار. وقد كان لها بابان، باب من الناحية الشمالية وباب من الناحية الغربية يفتح مباشرة على المسجد. وهذا هو الباب الذي كان صلى الله عليه وآله وسلم يخرج منه رأسه الشريف لعائشة رضي الله عنها وهو معتكف لترجله وتسرحه وتطيبه. أما عن موجودات الحجرة الشريفة الفناء فكان فيها موقد للنار لطبخ الطعام وتسخين الماء، وربما بعض الأغراض الأخرى من رحم أو سرج أو حطب. وأما هذا الجزء المسقوف فهو البيت المخصص للسكن والمبيت، وقد كان عبارة عن غرفة متواضعة تبلغ مساحتها قرابة 5 أمتار في 6 أمتار، ويبلغ ارتفاع سقفها قرابة 2.5 متر. وكان أساس جدران البيت من الحجارة، وما ارتفع منه مبني بلبن الطين، وسقف البيت من جذوع النخل وعليها الجليد والإذخر، وفوقه طبقة غليظة من الطين. وإذا ما دخلنا إلى البيت ذاته فهو مسكن متواضع وغرفة صغيرة تنطق بأجل مناظر السوق. فهذا سرير مرمل، وتلك وسادة حشوها ليف، وهذا رف عليه قليل من الشعير، وهذه قربة معلقة فيها شيء من الماء، وهناك لحاف وخميلة. وإذا خرجنا من البيت النبوي الشريف وصعدنا ذلك السلم المصنوع من الخشب فسنجد في أعلى البيت في زاوية من زوايا السطح غرفة صغيرة تسمى المشربة. أيها المؤمنون، هنا في هذه الحجرة الشريفة عاش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع عائشة رضي الله عنها أحب الناس إليه، وقضى وإياها حياة جميلة مليئة بالمودة مضيئة بالطهر معمورة بحسن العشرة. هنا عاش الذي أنار العالم برسالته وأسعد الدنيا بشريعته. وبعد 9 سنوات مات صلى الله عليه وآله وسلم، ولفظ أنفاسه الزكية وهو مسند رأسه الشريف إلى صدر عائشة رضي الله عنها، فدفن في هذا البيت الشريف. وقد ظلت عائشة رضي الله عنها تسكن في هذا البيت نفسه. ثم بعد أقل من 3 سنين مات والدها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فدفن بجوار صاحبه صلى الله عليه وآله وسلم. فبقيت عائشة رضي الله عنها ساكنة في البيت الشريف، وجعلت على القبور ستارة. ثم بعد قرابة 10 أعوام استشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان قد استأذنها أن يدفن بجوار صاحبيه فأذنت له فدفن معهما. وبنت عائشة رضي الله عنها جدارا يفصل المساحة التي فيها القبور الشريفة عن بقية بيتها الشريف، واتخذت من هذه المساحة غرفة لصلاتها وعبادتها. وظلت رضي الله عنها في هذا القسم الصغير الذي كان رحبا واسعا بما عمرته به من علم وتعليم وتدريس وتربية، إذ كان يتوافد المسلمون من أنحاء الأرض للسلام على أم المؤمنين رضي الله عنها وأخذ العلم عنها. وظلت كذلك إلى أن ماتت، ثم دفنت بالبقيع، فأغلق البيت الشريف بإحكام.
وظل على حاله حتى العام 82 من الهجرة. وفي خلافة الوليد بن عبد الملك رحمه الله أعاد عمر بن عبد العزيز رحمه الله بأمر منه توثيق بناء بيت عائشة رضي الله عنها حفاظا على القبر الشريف، وأدخل في المسجد وأحكم إغلاقه وأصبح مصمتا لا منفذ فيه ولا طريق إليه. ثم بنى رحمه الله حائطا مخمس الأضلاع من حجارة سوداء قوية لعزل القبور عن المسجد ولكي لا يصلي الناس إلى القبور. ثم اشترى عمر رحمه الله بقية حجرات أمهات المؤمنين رضي الله عنهن من أهلها، وأمر بهدمها وإضافتها إلى المسجد النبوي، فلم ترى المدينة أكثر بكاء وحزنا وجزعا من ذلك اليوم الذي هدمت فيه، إذ كانت رؤيتها سلوة لقلوبهم وذكرى من محبوبهم صلى الله عليه وآله وسلم. ثم مرت الأعوام وخلفاء المسلمين وأمراؤهم رحمهم الله يعتنون بالحجرة الشريفة وصيانتها وتوثيق بنائها على مر السنين، فجزاهم الله خير الجزاء وأجزل لهم العطاء. وإن الزائر أمامه 3 حواجز بينه وبين القبر الشريف: سياج المقصورة المحاسن، ثم الجدار المخمس المحيط به وعليه الكسوة، ثم جدار بيت عائشة رضي الله عنها. ولقد وصلت العناية بهذا المسجد الشريف وحجرته المباركة إلى ذروتها في عهد المملكة العربية السعودية أيدها الله، وأدام أمنها وإيمانها وجزى قادتها أحسن الجزاء. فهذا هو المسجد النبوي الشريف يتسع للملايين، وفنون عمارته وصيانته محل فخر المسلمين. وتلك هي الحجرة الشريفة تسر الناظرين وتبهج قلوب المحبين. وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين.